انا اتحداك لو في واحد ما بيصليش مستريح في الارض، اتحداك لو جت فتره في حياتك ما كنتش بتصلي وكنت مطمن. من اكبر الخاسرين في هذه الدنيا من ضيع الصلاه. الشباب اللي بيضيعوا الصلاه، العهد الذي بيننا وبين اليهود والنصارى الصلاه، فمن تركها فقد كفر. كلمه ترعب يا اخي. قال بين الشرك وبين العبد ترك الصلاه. شوف النبي عليه الصلاه والسلام بيقول ايه هنا؟ قال إن أول ما يحاسب به العبد يوم القيامة من عمله الصلاة، فإن صلحت فقد أفلح وأنجح، وإن فسدت فقد خاب وخسر برضه. والله لن ترى نجاحا في الدنيا ولا في الآخرة وأنت مضيع للصلاة. فصلي عشان تبعد عن سكر، صلي عشان ما تقطعش صلتك بربنا، صلي عشان تقرب لربنا، صلي عشان تعيش مطمن، صلي عشان لو مت تموت تقابل ربنا سبحانه وتعالى، تعرف تقف قدامه ولما يجي يسألك تعرف تجاوب. ارجع